السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تألق أنيس حاج موسى مع المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب السعودي، تحدث مدربه في فاينورد فان بيرسي عليه كثيرا وتحدث عن أهميته في الفريق. ابقى معي للأخير لتعرف ماذا قال فان بيرسي واشترك في القناة. تحدث اليوم فان بيرسي عن أنيس حاج موسى وأكد على أهميته الكبيرة في الفريق. فان بيرسي قال: لقد شاهدت الإشادات القادمة من الجزائر حول حاج موسى. لا أظن أنه سيأخذ مكانة محرز حاليا. رياض قال أنه سيعتزل بعد كأس العالم، حينئذ سيكون أنيس جاهز للحصول على المركز الأساسي. وقال كذلك: بالنسبة لي ولجميع من في فاينورد، أنيس لاعب مهم، وهذا واضح أيضا في القرارات التي يتخذها داخل الملعب. يجب عليه دائما أن يبقى مبدع، لكنك تلاحظ أنه يتخذ قرارات أكثر منطقية مع الوقت. إنه يعمل كثيرا على أن يكون له تأثير أكبر على الفريق. يذكر أن أنيس تعرض في الأيام السابقة لحملة انتقادات واسعة من قبل بعض المحللين الهولنديين، حيث طالبوا بوضعه على دكة البدلاء بسبب ما اعتبروه أنانية كبيرة منه داخل الملعب، ما أثر سلبيا على نتائج الفريق.